بمناسبة اليوم العالمي للشاي اللي هو 21 أيار، صادف هو هذا اليوم. يا جماعة الشاي له فوائد عظيمة جدا. طبعا أول شيء لازم نعرف إنه الشاي عدة أنواع. الشاي الأسود اللي نشربه إحنا باستمرار، الشاي الأخضر المعروف الرائع، الشاي الأحمر الكركديه والشربات بالمصري، تحية لإخواننا المصريين. وبي شاي تعرفون اسمه الشاي الأزرق، الشاي الأزرق أو شاي زهرة البازلاء. الشاي الأزرق يا جماعة له فوائد عظيمة جدا خاصة بموضوع المناعة، موضوع مضاد أكسدة، مضاد جذور الحرة، يعني فوائده عظيمة جدا جدا هذا الشاي الأزرق. طبعا الشاي الأخضر معروف فوائده للتنحيف، تخفيف الوزن، تقليل من السموم تبع الجسم. الشاي الأحمر له فوائد بتقليل الستريس والتوتر، مشاكل القلب، مشاكل الجهاز العصبي. أيضا الشاي الأسود اللي نشربه احنا باستمرار ونحبه ونخدره ونخمره، هذا الشاي له فوائد أيضا مهمة لصحة الجهاز القلبي والأوعية الدموية، وحتى لموضوع سلامة خلايا الدماغ. طبعا يفضل الشاي ينشرب من دون سكر وهو الأفضل، وإذا حبينا نحليه ما نحليه زيادة مشان ما نعاكس مشاكل، مشان ما نعاكس فوائد الشاي بمشاكل السكر اللي احنا كلياتنا نعرفها. بعض الناس يقولوا لي يا دكتور الشاي الأسود اللي نشربه احنا باستمرار ممكن يعمل تنزيل الحديد أو عدم امتصاص الحديد بسبب مادة العفص احنا نسميها الموجودة داخله. طيب إذا أنت تحب الشاي وحابب إنك ما تأثر على حديد الجسم تبعك، لا مانع من شريحة ليمون مع الشاي، لأنه الليمون يحتوي على فيتامين سي، وفيتامين سي يساعد على امتصاص الحديد. الشاي الأسود، الأخضر، الأحمر، الكركديه، شربات شاي رائع. والشاي الأزرق راح أوعدكم بحلقة خاصة عن الشاي الأزرق مشان نعرف فوائده ومصادره ومنين ممكن نجيبه. صحتين وهنا على الشاي.